في 2019 في فريق كله شباب معدل أعماره 25 سنة وصل نص نهائي الشامبيونز ليج، وكان مخرج ريال مدريد ويوفنتوس، وخسر نص النهائي بريمونتادا غريبة ضد توتنهام. لكن بعد 4 سنين الجيل ده كله تفكك، واللعيبة اللي كانت نجوم أغلبهم حصل لهم داون جريد أو انخفاض في مستواهم، وفي منهم اللي اختفى أصلا. فأنا النهاردة جاي أحكي لك عن جيل أياكس 2019. شيك أو قهوتك واشرب مية عشان صحتك، ويلا بينا عشان نبدأ. مهدي مساء الخير، يا رب تكون بخير. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. نبدأ بالحارس أندريا أونانا. أندريا أونانا اللي كان مقدم مواسم قوية جدا مع أياكس، خصوصا موسم 2018-2019 اللي بفضل تصدياته وإنقاذاته وسرعة ردة فعله الفريق وصل نص النهائي، وكان مقدم مواسم قوية جدا مع أياكس لحد فبراير 2021. تم إيقاف أندريا أونانا بتهمة تعاطي منشطات، وساعتها قال إنه أخد دواء مراته بالغلط. فلحد دلوقتي مش عارف إزاي أخد دواء مراته بالغلط، دي حاجة أنا مش فاهمها يعني. لكن بعد الإيقاف رفض التجديد مع أياكس وانتقل لإنتر ميلان. كان المفروض ان هم متعاقدين معاه كدكه للحارس سمير هاندوفيتش، لكن فجاه اونانا بقى الحارس الاساسي، وكان من اهم الاسباب لوصول انتر ميلان لنهائي دوري ابطال اوروبا، وكان من احسن حراس العالم، بل كان في فتره فعلا الناس شايفاه احسن حارس في العالم. الراجل عمل 8 كلين شيت في دوري الابطال يعني، وده رقم كبير على فكرة. لكن بعد موسم واحد انتقل لمانشستر يونايتد ب50 مليون يورو، وده بسبب ان دخيا كان لسه ماشي، ومدربه السابق في اياكس تين هاج كان هو المدرب بتاع اليونايتد، واختار اونانا اللي يعوض دخيا. لكن حصل انخفاض كبير في مستوى أندريا أونانا، هو عمل غلطات ما يعملهاش حارس لسه ناشئ بصراحة يعني، زي مثلا ضد جالاتا سراي، أو الجون اللي دخل فيه من شوطة بعيدة جدا، أو أخطاء ساذجة كتير قوي وبطء في الحركة ورد الفعل، وده عكس اللي كان بيميز أندريا أونانا اللي هي السرعة في الحركة وردة الفعل السريعة. لكن كل ده كان في أول موسم. حاليا غلطاته بدأت تقل تدريجيا، لكن ما كانش زي ما كان في انتر أو أياكس. فأنا مش عارف بصراحة لعيب فيه ولا في اليونايتد، لكن إن جيت للحق هو لعيب أكيد فيه. هو مين لسه بيروح مانشستر يونايتد يا عم أنت يعني؟ مع احترامي مشجعين مانشستر يونايتد والله العظيم، بس يعني الكل شاف اللي بيحصل، وازاي لعيبه كتير قوي يعني كانت نجوم ومتوقع لهم مستقبل عظيم مستواهم وقع اول ما راحوا اليونايتد. ولو اديتك امثله مش هنخلص، بس هو تقريبا فريق مانشستر يونايتد كله من ساعه ما سير اليكس فيرجسون اعتزل التدريب. انت لسه ما عملتش سبسكرايب صح؟ عمل سبسكرايب والله يا عم كده بالحب، فاهم؟ نروح للباك اليمين نصير مزراوي، الباك اليمين اللي دايما كان اغلبنا في الكارير مود بيشتريه. المزراوي اللي كان من اكاديميه اياكس اصلا، وكان في موسم 2018 2019 هي بدايته الحقيقيه، بحيث انه كان متميز بدور الهجومي اكتر من دور الدفاعي، لكن برضه اللي كان بيميزه الجرينتا. المزراوي كمل مع اياكس لحد موسم 2022، لكن خلال الفتره دي في 2020 وفي 2022 جات له اصابات عطلته شويه على الاستمراريه. بعدها انتقل للبايرن ميونخ بعد ما عقده خلص. بدايته كانت كويسه لحد كاس العالم ما بدا، وجاله كورونا والتهاب في الغشاء الخارجي للقلب، ورجع في اخر الموسم خالص. ولكن بعد رجوعه بدا يشارك بشكل قليل، وبدا يقول تصريحات بانه عايز يمشي، وبعد ما قعد معاهم سنتين ينتقل لمانشستر يونايتد في موسم 2024 2025، وده تاني لعيب من الجيل ده يروح اليونايتد. وايا كان مستواه بصراحه انا بحبه، لانه رفض يلعب في الجوله اللي بتدعم الخوالات، وما لبسش اي حاجه من اللي بتدعمهم، وده خلى الفريق كله ما يلبسهاش اصلا، وده اللي المفروض يحصل طبيعي يا جدعان يعني، مش حكايه عربي او اجنبي، دي طبيعه الانسان البشريه وفطرته، لازم ترفض اي حاجه زي دي. نخش على تالت لاعب ماتيوس ديليخت، اصغر قائد في تاريخ دوري الابطال وهو عنده 19 سنه، وكسب جوائز فرديه كتير. دخل ضمن تشكيله العام في دوري الابطال اوروبا، حصل على جائزه كوبا لافضل لاعب شاب في العالم من فرنسا فوتبول 2019. بس بعد ما موسم 2019 خلص ينتقل ليوفنتوس ب 85 مليون يورو. بدايته ما كانتش احسن حاجه بسبب حجم التوقعات اللي كان مبالغ فيها والضغط الكبير عليه، وكانت في بدايته في غلطات كتير، ولكن في تاني وتالت موسم بدا يتحسن، خصوصا انه كان بيلعب جنب بونوتشي وكيليني. قعد مع يوفنتوس 3 سنين، جاب فيهم 8 تجوال، كسب معاهم الدوري والكاس والسوبر، ولكنه حب يروح تحدي جديد فانتقل لبايرن ميونخ ب 67 مليون يورو. والفتره دي كانت ولا فتره وحشه ولا فتره حلوه قوي، هي كانت فتره عاديه، خصوصا انه كان بيتصاب كتير، وكان في منافسه لان البايرن عنده مشكله لحد دلوقتي في المركز ده. بعد موسمين ينتقل لمانشستر يونايتد ب 45 مليون يورو، وانا مش هتكلم بصراحه عشان بجد كده كتير قوي يا يونايتد يعني. نروح لبليند السنتر باك اللي كان جنب ديليخت، ديلاي بليند اللي هو اصلا كان من ناشئين اياكس، وكان لعب فتره في اليونايتد قبل ما يرجع لاياكس تاني، وكان عامل مهم في تشكيله الفريق ووصولهم لنص نهائي الشامبيونز ليج. وفي 2019 كان عنده مشكله في القلب وتركب له جهاز تنظيم لضربات القلب، لكنه رجع وكمل الموسم بشكل قوي.
لكن في 2022 حصل مشاكل مع المدرب ففسخ عقده مع اياكس وانتقل لبايرن ميونخ، لكنه ما لعبش غير 5 ماتشات تقريبا وانتقل لجيرونا اللي كان ساعتها الناس قالت إيه العبط ده. لكن جيرونا في الموسم ده فاجأت الكل وكانت بتنافس على الدوري، وكانوا في معظم الاوقات في صدارة الدوري ووصلوا لدوري الابطال في الاخر لاول مرة في تاريخ النادي. والصحف كمان قالت ان دي واحدة من احسن الصفقات المجانية في التاريخ. تجلافيكو الباك الشمال اللي انضم لهم في 2018 من فريق اندبندنتي الارجنتيني، وحجز مكانه في التشكيلة بسبب روحه القتالية او الجرينتا، وانه قدر ينفذ الدور الهجومي والدفاعي في نفس الوقت بشكل ممتاز، وكان قائد من قادة الفريق. والموسم ده اللي خلاه يبقى اساسي في منتخب الارجنتين وكسب معاهم كوبا امريكا وكاس العالم. نيكولاس لعب مع اياكس حوالي 169 ماتش، جاب 16 جول وعمل 15 اسيست. وفي 2022 انتقل لليون ب4.5 مليون يورو، ومع ذلك برضه قدم اداء قوي ثابت، لعب معاهم حوالي 65 ماتش، جاب 4 اجوال وعمل 4 اسيستات، وكان برضه احد قادة الفريق. وحاليا هو بدون نادي. نخش في نص الملعب بقى، فرانك ديونج اللي مش من اكاديمية اياكس بالمناسبة، وكان جاي لهم من فريق اسمه فيلم اي ضربة في معمية. وفي البداية أصلا كان بيلعب سنتر باك، لكن بعد كده أثبت نفسه في مركز نص الملعب. وفي موسم 2019 حرفيا ديونج تحول 180 درجة، بساط دقيقة بشكل مرعب، قدرة رهيبة على الخروج بالكرة من تحت الضغط، عنده رؤية جامدة قوي للملعب، بيتحكم في إيقاع اللعب، وعنده هدوء في اللعب تحت الضغط بشكل مستفز. ولو شايف إن أنا اللي بقوله ده أوفر، فديونج خد أحسن لاعب في الدوري، كان في تشكيلة الموسم في الشامبيونز ليج كتير، وكان في فرق كتير عايزة تشتريه، لكنه اختار برشلونة. لكن حظه الوحش لأن برشلونة في الوقت ده ما كانش فيه استقرار فني، لكن مع الوقت أثبت نفسه وحجز مكان أساسي لحد ما بقى واحد من قادة برشلونة. وفي موسم 2023 2024 جات له إصابات ورا بعض، وده أثر على أداء برشلونة بقية الموسم، ورجع تاني الموسم اللي لسه منتهي ده مع هانز فليك. طبعا انت بتقول لي لعيب اهو مانشستر يونايتد بعد عنه، لكن احب اقول لك ان كان دايما في اشاعات انه راح مانشستر يونايتد بسبب مشاكل برشلونة المالية وانت فاهم بقى، لكن هو ذات نفسه كان دايما بيختار يكمل في برشلونة. نروح للاشيس شونا، وده اكتر اسم مش مشهور فيهم، لكن لاشيس كان يعتبر من اهم اللعيبة اللي كانت في الفريق. الراجل كان عليه شوية شوطات ولا ابراهيم عاشور الادهم، بخلاف قدرته انه يقدر ينظم اللعب في نص الملعب، وكان بيعرف يشوط الفاولات بشكل جامد قوي، ده بخلاف انه بيقدر يلعب في اي مركز في نص الملعب، بل ساعات كان بيلعب جناح كمان. وكان من احسن ماتشاته في موسم 2019 كان ضد ريال مدريد واليوفي وتوتنهام، لكن في نهاية الموسم انتقل لجنوا ب1.5 مليون يورو، وكان ساعتها عنده 33 سنة. ولكن بعد موسم واحد عقده بيخلص ويروح هيرنيفن الهولندي، وبعدها NEC نيجميجن في صفقة انتقال حر، واعتزل الموسم اللي فات. هو اقل اسم من اللي اتقالوا من حيث الشهرة، لكنه بالنسبة لي كان من اهم 5 في الفريق. نروح لفان دي بيك اللي كان من اكاديمية اياكس، اللي كان عامل موسم جامد قوي، وكان عامل ثلاثية هو وديونج وشونا، فحاجة يعني حلاوة بالقشطة. فان في الموسم ده لعب 57 ماتش، جاب 17 جول وعمل 13 اسيست، قيمته وصلت مع اياكس ل 55 مليون يورو. لكن في موسم 2020 2021 بتصيبه اللعنة وينتقل لمانشستر يونايتد للأسف ب39 مليون يورو، وبعد موسم واحد ينتقل لإيفرتون على سبيل الإعارة، ورجع الموسم اللي بعده لليونايتد، وبعدها بعتوه إعارة تاني لفريق فرانكفورت في موسم 2023 2024، وآخر حاجة باعوه لجيرونا ب500 ألف يورو. أنت متخيل؟ يعني من قيمته كانت 55 مليون يورو اتباع ب500 ألف يورو. عموما السبب في الانخفاض المفاجئ ده هي بسبب إصاباته الكتير، وإنه فقد أهم حاجة كانت بتميزه التحرك. أداؤه بقى باهت، لكن الموسم اللي فات مع جيرونا لعب 35 ماتش، جاب 3 اجوال وعمل اسيستين، وده على فكرة أرقام كويسة بالنسبة لمواسمه اللي فاتت من ساعة ما راح اليونايتد. نروح لتاديتش اللي كان ده أول موسم له بعد ما انتقل من فريق ساوثهامبتون. تاديتش الموسم ده لعب 56 ماتش، جاب 38 جول وعمل 23 اسيست، وده رقم كبير قوي على فكره. وكان من احسن ماتشاته كانت ضد ريال مدريد في البرنابيو. تاديتش كان لعيب مهاري قوي، وكان عنده رؤيه جامده قوي للملعب، وكان قائد حقيقي للفريق بعد ما ديليخت ساب الفريق. وفي 2023 فسخ عقده مع الفريق بسبب قله مشاركاته وانتقل لفريق فنربخشة التركي. نروح للمغربي حكيم زياش اللي كانت بدايته في اياكس كانت بتضحك، لانه كان قبلها انتقد جمهورهم، لكن بالوقت ولعبه وطريقه لعبه المميزه الجمهور حبه، واعتقد انه كان اللاعب المفضل عند اغلبنا يعني عشان هو لعيب عربي ومغربي. الموسم ده كان زياش جاب جول ضد ريال مدريد وعمل اسيستات ضد يوفنتوس وتوتنهام،
قعد معاهم موسم كمان وبعدها انتقل لتشيلسي ب 40 مليون يورو. وحظه كان وحش قوي لانه اتصاب قبل بدايه الموسم، وكان برضه تشيلسي في التوقيت ده كان كل شويه بمدرب مختلف. يعني مثلا خلال فترته مع تشيلسي لامبارد، توخيل، بوتر، لكنه كان مع الفريق اللي كسب دوري الابطال. وفي موسم 2023 2024 ينتقل لجالاتا سراي على سبيل الاعاره لحد ما عقده خلص مع تشيلسي، وانتقل انتقال مجاني لجالاتا سراي، وبعدها انتقل للدحيل القطري، وحاليا هو بدون نادي. طب بما انك يعني بتحب زياش، يعني طب ما تحبنا كمان وعشان خاطري وعشان خاطر زياش، يعني اعمل لي لايك وسبسكرايب يعني كده. زياش برضو كان كل موسم لازم يربطوه باي سي ميلان، كل فتره انتقالات كمان مش كل موسم والله. نروح لديفيد نيريس اللي كان من اغلى الصفقات في تاريخ النادي، اللي اشتروه من ساو باولو ب 12 مليون يورو، وكان مثال لاي لاعب برازيلي بيهاجم سريع حريف وفينيشر. كان من ابرز اجواله كان جوله في يوفنتوس في تورينو، والموسم ده لعب فيه 50 ماتش، جاب 12 جول وعمل 14 اسيست. لكن بعد الموسم ده اتصاب كتير قوي ومستواه قل، والجوت انتوني اخذ مكانه في التشكيله. بعدها نيريس انتقل لشختار الاوكراني ب 12 مليون يورو، لكن اول ما راح حصلت الحرب ومشي من غير ما يلعب ولا ماتش مع الفريق، وانتقل لبنفيكا مقابل 15 مليون يورو. وفي اول موسم لعب 48 ماتش، جاب 12 جول، عمل 16 اسيست. الموسم اللي بعده لعب 35 ماتش، جاب 5 تجوال وعمل 10 اسيستات. الموسم اللي بعده انتقل لنابولي ب 28 مليون يورو، لعب 30 ماتش، جاب 3 تجوال وعمل 8 اسيستات، وكسب معاهم الدوري الايطالي او السكوديتو. اخر حد معانا هو المدرب تين هاج، المدرب اللي راح مانشستر يونايتد في موسم 2022 2023. قاد اليونايتد في 128 ماتش، كسب 72، اتعادل 20 وخسر 36. كسب معاهم كاس الرابطه وكاس الاتحاد الانجليزي قبل ما يتم اقالته، وحاليا هو بيدرب بايرن ليفركوزن. بصراحه الجيل ده غريب قوي، فمستني رايك في الكومنتات تقول لي مين اللعيب اللي شايفها نجحت بعد ما خرجت من اياكس، واللعيبه اللي فشلت، ومين اكتر لعيب كنتوا بتحبه في الجيل ده. وده سؤال الحلقه، كام لاعب من جيل اياكس 2019 لعب في مانشستر يونايتد؟ هستنى رايك تحت في الكومنتات وبس كده. ولو حابب تتكلم معايا اعمل لي فولو على الانستجرام، اللينك في الديسكريبشن. وبس كده، السلام عليكم.